ده أخي. السلام عليكم. أنا اسمي محمد يطلع مسجل. ما سبتش حاجة في الدنيا دي ما عملتهاش، وربنا كرمني ب3 عيال، دي أكبرهم، وربنا هداني وفتحت حتة سايبر وعشت منه بالحلال عشان أربي عيالي، مش هفضل عايش في عيشة الإجرام دي. لما تيجي الحكومة بقى سعادتك تقول أمر إزالة وتشيل المحل بتاعي بالبيت ويرموني في الشارع، تبقى كده الحكومة عايزانا نرجع مجرمين تاني. يعني كده الحكومة بتهد مستقبل ليا. بدأت بالمحل ده وربنا تاب عليا، بكرة وبعضه يكبر ويبقى حاجة حلوة، لكن كده لأ. الحكومة مش عايزة كده. الحكومة عايزانا نفضل مجرمين عشان يحسوا إن هم ليهم أهمية في البلد. إيه بيحبسوا البؤر الإجرامية، وإحنا ولا إجرام ولا نيلة. ده إحنا الواحد مننا غلط غلطة في أول حياته وفضل يحاسب عليها بقية عمره. الناس دي ما بتلاقيش نفسها غير علينا إحنا، اللي إحنا تحت الأرض. إحنا تحت الأرض، ودلوقتي خلونا فوق الأرض في وسط الزبالة زي ما أنتم شايفين كده. علشان إيه؟ علشان الألمونيا. علشان إيه؟ عشان المتر هنا يسوى. علشان ايه؟ مش مشكله بقى المستقبل اللي جاي، المهم الارصده في البنوك توصل لحد كام. وهنزل مع دوت برضه تصوير المحل بتاعي اللي هم شالوه. انا راجل طالع، راجل بقالي 17 سنه بتحبس في الدايره دي. عايز اعرف انا ازاي ماليش الوان. انا عايز اعرف انا ازاي ماليش الوان، وانا ليا دوسوفي الاسم فوق من ساعه ما اتولدت. ويقولوا لي نعمل لك تحريات. ما كفايه شغل ضحك على الدقون سعادتكم. ايه خلاص؟ ما بقاش فيه خلاص؟ اعتبرونا مظاهرين يا عم، اعتبرونا يا اخوان وريحونا منكم ومن البلد. ريحونا منكم ومن البلد. فانا مش هقف استنى واتفرج على عيال وهم نايمين في الشارع. دي جايه من المدرسه على الشارع. ايه تاني هتعملوه فينا؟ ايه تاني؟ انتوا خليتوا الواحد بيتمنى الموت احسن ما يعيش في البلد الظالمه دي. ده كده مش ظلم، ده كده ظلم وقهر وحق مكتسب. مين اللي قال كده؟ مين اللي قال كده؟ حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. مش هقدر اقولها تاني اكتر من كده، لان هو ربنا بيستجيبها من اول مره. لما خلى انا بقى اطفال وحريم ارامل والدنيا دي كلها يدعى عليكم، لان احنا ملناش غير ربنا اللي نشتكي له. الشكوى لغير الله مذله. السلام عليكم.